هاي ليديز. دايما المقدمه بتاعتي عباره عن هاي ليديز اند جنتلمان، بس النهارده هيبقى ليديز بس، علشان النهارده انا جايه اعمل لكم فيديو في بنوته طلبت مني ان انا اعمله، فانا هعمله، اللي هو فيديو نصائح للبنات المراهقين. مع اني مراهقه زيكم يعني، بس فهي لو عملت لكم انا اتعلمت كتير قوي الفتره دي، فخلينا نتكلم زي الاخوات كده. يلا بينا. اول حاجه وهي من اهم الحاجات اللي لازم اي مراهقه تتعلمها هي انها تحب نفسها. كان في جمله عيلتي بيقولوها لي دايما وانا صغيره، انا كنت بكره نفسي جدا. عيلتي دايما كانوا بيقولوا لي لو ما شفتيش نفسك حلوه محدش هيشوفك حلوه. فانتي البدايه من عندك، انتي لو عايزه الناس كلها تشوفك بنوته جميله لازم انتي الاول تشوفي نفسك جميله. وطبعا علشان يبقى عندك ثقة في نفسك ما تقارنيش نفسك بحد. دي اوحش حاجة ممكن اي بنت مراهقة تعملها، ان هي تقارن نفسها باي بنت حواليها، اذا كان صحابها او بنات في السوشيال ميديا. ما تقارنيش نفسك بحد، كل واحد ليه شخصيته وكل واحد ليه جماله الخاص، فانتي ركزي على نفسك بس، حاولي ان انتي تخليكي احسن نسخة من نفسك. تاني حاجة وهي من اهم الحاجات اللي لازم اي بنت مراهقة تعرفها، بلاش تصاحبي اي حد وخلاص. حتى يعني انتي عايزة تعملي صحاب ما تصاحبيش اي حد. انا يا جماعه انا في اولى اتعرفت على بنات للاسف كانوا صحبه سيئه، كانوا صحبه سيئه جدا، عايزين يودوني لطريق وحش. هما كان عندهمش حاجه اسمها حلال او حرام، بيعملوا كل حاجه، مش كل حاجه قوي عشان ما تفهموش غلط، بس يعني كانوا بيعملوا حاجات كتير حرام وحاجات كتير ما تنفعش كبنت تعملها وكده. اهم حاجه لما تيجي تختاري صحبه تخش الثانوي مثلا، لما تيجي تختاري صحاب، اختاري الصديقة او الصحبة اللي بتشجعك دايما وبتفرح لك على اقل حاجة. انا فاكرة في اولى ثانوي استلمت شهادة، كان عندنا امتحان فرنساوي واخدت شهادة. صاحبتي اللي هي المفروض كانت البيست فريند، لما انا اخدت الشهادة وهي لا، قعدت تعيط وزعلت، حتى ما قالتليش مبروك مثلا ولا قالت لي شطورة والحاجات دي زي ما انا بقولها لما بستلم شهادات وانا ما بستلمش. بس هي ما قالتليش اي حاجة، يعني اتضايقت ان انا استلمت شهاده وهي لا. فدي صحبه مش صح خالص. الصحبه اللي بتشجعك دايما وبتفرح لك دايما دي اللي تستاهل انك تفضلي معاها. بس لو عندك حد في حياتك بيحبطك او بيضيع وقتك او بيشدك لحاجات غلط، صدقيني دي مش صحبه، دي صاحبه سوء، ودي ممكن تضيعك من غير ما تحسي. يعني هتفضل تأثر عليكي لحد ما تروحي الطريق مش هتعرفي تخرجي منه بسهوله. خلي بالك ان الشخص اللي قدامك ممكن يا اما يرفعك لفوق يا اما يسحبك لتحت، عشان كده ما تخافيش انك تبعدي عن اي حد بيأذيكي. البعد عن الشخص المؤذي احسن مليون مرة من انك تفضلي معاه. انا بقول لكم الكلام ده دلوقتي مع ان انا في اولى ثانوي انا كنت بتعامل مع البنت دي عادي، كنت بحاول يعني اقولها ان ده حرام ما تعمليش كده، بس هي ما كانتش بتسمعني. يعني كانت مقتنعة جدا بكل حاجة هي بتعملها وشايفة انها بتعمل حاجات صح وان دي مش حاجات حرام. فانا كان عندي صعوبة جدا ان انا ابعد عنها، لان انا ما كنتش بعرف ابعد عن الناس. انا مش اقول لا، ما كنتش بعرف اقول لا، او لو طلبت مني اننا نخرج كنت بخاف على زعلها وعلى طول بقول لها ماشي يلا بينا، مع اني اكتر الوقت ماما كانت بتقولي لا ما تخرجيش معاها ومش عارفه ايه، وماما طلع عندها حق. عامه ماما ما كانتش بتحبها قوي، يعني كانت شايفاها ان هي بتخليني اقعد في الشارع طول اليوم وحاجات زي كده، فكانت بتحاول تبعدني عنها باي طريقه. سبحان الله الامهات دايما تحسوا من بعيد، اللي هو يعني فجاه كده تقولك لا ابعدي عنها دي صاحبه وحشه، اسمعي كلامها، عشان هي دايما الامهات عندهم حق. يعني ماما قعدت تقولي ان لازم ابعد عنها، بس انا ما كنتش بصدق، اقول لا ماما انا وهي صحاب وكده، بس كده عندها حق. المهم يعني في تانية ثانوي حاولت ابعد عنها كتير، بس هي كانت بتقعد تكلمني وتقرب مني بالعافيه. الترم التاني انا بدات ابعد عنها تدريجيا، يعني تقريبا الترم التاني كله ما اتكلمتش معاها كتير، كنت بروح الدرس لوحدي ارجع لوحدي، ما بعتلهاش رسائل ولا اي حاجه، عشان احاول ان انا ابعد عنها بطريقه ان انا ما اذيهاش برضه، عشان يعني حرام. انا اصلا خلاص خلصنا السنه ما بنتكلمش في الاجازه. غيرت رقمي ومسحت الاكونت التيك توك اللي هي عارفاه والانستا، وحرفيا غيرت حياتي كلها. تالت حاجة ودي حاجة انا بعملها حاليا، تهتمي بجسمك وصحتك واكلك ونومك والحاجات الصغيرة دي عشان بتفرق جدا مع نفسيتك. وكمان مش عايزاكوا تخافوا ان انتوا تغلطوا، عادي كلنا بنغلط، كلنا بشر، كلنا بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش في الحياة دي. انت لازم تغلط علشان تتعلم. واهم حاجة تفتكري ان انتي مش لوحدك، كلنا بنمر بنفس الفترة دي دلوقتي. فانا دايما عايزاكي تفتكري ان انتي قوية، انتي قوية اكتر مما تتخيلي، وكل يوم فرصة جديدة علشان تبدأي من اول وجديد. ودايما افتكري ان انتي تستاهلي الافضل، ما ترضيش لنفسك قليل خالص، لا من نفسك ولا من الناس اللي حواليكي. انتي تستاهلي كل حاجة.
وانت في السن ده لو حد حاول يقل منك او يحبطك ما تزعليش، وافتكري ان قيمتك مش في كلام، قيمتك من جواكي، وانتي مش اقل من اي حد. يمكن الطريق صعب دلوقتي بس في يوم من الايام هتبصي وراكي وتحسي بفخر بنفسك، وساعتها انا كمان هبقى فخورة بيكم. وانتوا لو عندكم نصايح تانية للبنات المراهقين اكتبوها في الكومنتات، خلينا نستفيد من بعضنا. وبس كده، انا بحبكم قوي. بس لو انتوا حابين الفيديوهاتي وكده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وتتابعوني في التيك توك والانستا، هتلاقوهم في صندوق الوصف. وبس كده، بحبكم قوي.